قال لك سليمة وفيها مصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وسيارة بي ام. طبعا هنفحص العربية كده مع بعض. واضح معانا على الأجهزة إن العربية فيها رش من الخارج وفيها معجون. طبعا باين معانا على الأجهزة وباين معانا على القلم إن العربية رشة من الخارج بالكامل. طبعا العربية دي فيها مشاكل كتير هتقابلنا، هنشوفها كده مع بعض ونكتشفها مع بعض، لأن العربية فيها شغل في الأساسيات بتاعتها. طبعا هنا في معجون واضح معانا في مكان القطعية. العربية دي طبعا فيها قطعية، هنشوفها مع بعض ونكتشفها مع بعض، لأن واضح من الناحيتين إن في شغل في مكان معين في العتب، والعربية دي فيها قطعية. هنرفعها ونشوف القطعية موجودة فين. طبعا علشان نوضح للناس ان طبعا لما تيجي تشتري عربيه لازم تكشف عليها، لان في ناس بتقول كل العربيات فيها مشاكل. لا، مش كل العربيات فيها مشاكل ولا حاجه. انا بعرض العربيات اللي فيها مشاكل، فيها مغاره ربع، مغاره نص، على اساس الناس تتعلم وتشوف. طبعا العربيه اللي معانا زي ما هو واضح معانا فيها طبعا الارباك فاتح، وعربيه مسجله مشاكل في الفتيس ومشاكل في الموتور. طبعا نكمل كلامنا مع بعض ونقول يا جماعه لو سمحتوا من فضلكم ما تقولش انا خدت العربيه دي من جاري ولا من صاحبي ولا من قريبي ولا بالثقه ولا هو معرفه ولا الكلام ده. لا، طبعا الكلام ده غلط. لازم تكشف على العربيه وتطمن على الفلوس اللي انت هتدفعها. طبعا كل العربيات اللي بتجيلنا، في عربيات كتير سليمه وفي عربيات فيها مشاكل. انا بعرض العربيات اللي فيها المشاكل لان الناس بتقول انا عايز اشوف عربيه سليمه. طبعا العربيات كتير جدا سليمه، لكن انا بس بعرض العربيات اللي فيها مشاكل. طبعا واضح معانا لما رفعنا العربيه ان العربيه فيها شغل اسفل السياره بالعرض زي ما احنا شايفين، وفيها تغيير للنص. نص الخلف بتاع العربيه متغير طبعا زي ما هو واضح معانا. هنا طبعا في شغل اسفل العربيه، واضح معانا الشغل ماشي بالعرض زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنا دي العربيه مغيره نص. طبعا يا جماعه العربيات ديت لما بتروح المرور عشان ترخص هيقابلها مشاكل كبيره جدا في شغل. طبعا في فرد الشاسيه الاماميه، العربيه كمان كان فيها صدمه اماميه، فيها شغل في الشاسيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. واضح معانا من الناحيتين. يبقى انا عندي مشاكل في كنترول العربيه والارباك، وعربيه مغيره نص، وفي مشاكل في فرد الشاسيه الاماميه. طبعا العربيه حالتها صعبه جدا. حافظ على فلوسك وافحص العربيه قبل ما تشتريها. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.